بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ الشاعر نجيب شحيش من جامعة جيجل. هذا اليوم كنا ضيوفا في ندوة حول الطوفان الأقصى في الشعر الجزائري، ومن القصائد التي كانت موضوعا للبحث والدراسة والتحليل قصيدة من قصائدي كتبتها في طوفان الأقصى، أو بالأحرى في وصف أو توصيف شيء مما يعانيه إخوتنا الفلسطينيون والغزاويون بصفة خاصة في هذه المعركة الضارية، في هذه المعركة التحريرية التي نعتبرها نحن امتدادا لمعارك وثورات التحرر التي ربما بدأت في العصور القديمة، والتي خاضت الجزائر إحداها وهي ثورة نوفمبر المجيدة. ونحن اليوم في يوم الشهيد، أو بالأمس كان اليوم الوطني للشهيد، فلذلك نحتفي بهذه الثورة ونعتبرها امتدادا لذلك الطموح نحو الانعتاق، نحو الحرية، نحو التحرر من قيود الاستعمار. وطبعا لا يخفى على أحد أن الجزائر تقف إلى جنب الشعب الفلسطيني في طموحه هذا المشروع، في رغبته، في أمله في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فطبعا استجابة لنداء الواجب ولنداء العاطفة ولنداء القومية ولنداء الدين، تجاوبنا نحن مع هذه المعركة ومع هذا الطوفان، وكتبنا قصائد ومقطعات كثيرة في هذا الموضوع. القصيدة التي اختيرت اليوم للدراسة هي قصيدة مطولة تقريبا، فيها 25 أو 26 بيتا، تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن معاناة الشعب الغزي ومعاناته من القصف والموت والتهجير والتشريد، وعتابه للعروبة والإسلام التي ربما يبدو أنها لا تسمع صوته جيدا، أو لا تصغي إلى معاناته كما ينبغي أن تفعل في هذا المقام وفي هذه الثورة. إن من القصف مهما اشتد ننبعث، ليست تموت ولو قطعتها الجثث. هذا لسان حال الإخوة في فلسطين، المجاهدين المكافحين المرابطين على حقهم وعلى طموحهم وعلى أملهم في تحرير أرضهم من هذا الاحتلال. هذا آخر احتلال في العصر الحديث هو هذا، وينبغي أن ينتهي هذا الاحتلال إلى انعتاق وإلى تحرر وإلى بناء دولة مستقلة فلسطينية يحظى بها الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر، لأن هذا حقه وهذا أمله، وهذا ربما ثمن أو هذا مقابل لما قدمه من تضحيات ولما قدمه من دماء ومن شهداء ومن آلام ومن أوجاع وما كابده من أسقام ومن ربما تخل ومن تخاذل عربي. هذا الشعب الذي أراد أن يأخذ زمام أمره ونفسه بيده ويسعى إلى تحقيق هدفه، تماما كما فعل الثوار في الفاتح من نوفمبر ذات سنة 1954 حين ثار الجزائريون وقرروا أخذ مصيرهم وتقرير مصيرهم بأيديهم. وهذا الذي سيفعله إخوتنا الفلسطينيون، وهم بلا شك يستلهمون من هذه الثورة العظيمة المجيدة، ونحن معهم، والجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والشعر طبعا ينبغي أن يواكب هذه الأحداث وهذه الطموحات وهذه الآلام وهذه الآمال، وإلا فلا يعد شعرا ولا يعتبر الشاعر شاعرا إلا إذا كان يعيش حياته ووقائعه. النصر لفلسطين والرحمة للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.